مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مش حلو قوي، بس يعني لازم نتكلم فيه. اسمه الطلاق بالجملة. الطلاق بالجملة. طيب يعني ايه؟ يعني بما ان حضرتك راجل ومسؤول في حياتك انك تتجوز وتطلق، وتتجوز مرة واتنين وتلاتة واربعة، ربنا شرع لك بده وشرع لك الطلاق طبعا. بس اللي ربنا ما شرعوش انك تطلق ولادك. مفيش راجل في الدنيا هيقبل انه يرمي ولاده ويقول للأم كلوي دراع اتصرفي. مفيش راجل هيقول لطليقته اتصرفي، بما انك مرضتيش تعيشي معايا اتحملي انت مسؤوليتهم. ده ما يرضيش ربنا. في قصة كده صغيرة هقولها في عجالة. كان في بنت عندها 3 سنين، لما الأم اتطلقت الأب رماها. رمى الأم والبنت وقال لها مالكيش حاجة عندي وخلاص على كده، وما بقاش يروح لها ولا عايز يشوفها، واتحايلت عليه يشوف حتى البنت، واهله كلموه قال لها لا خلاص الموضوع بيني وبينكم اتقطع. وسافر وقعد فتره بره ورجع. شاء القدر ان هو يبقى تعبان بيموت. كان مصاب بالكورونا وكان بيموت، وطلب ان هو يشوف البنت. تواصل مع اهله ان هم يوصلوا للبنت وكلمته في التليفون وعايز يشوف البنت. الدكتور قال له انت بتعمل ايه؟ ما ينفعش، دي مستشفى عزل، ما ينفعش حد يدخل لك هنا. سبحانك يا رب. ومات، ومن غير ما يشوفها ومن غير ما تسامحه. الشاهد هنا ان لما هي كانت نفسها فيك ان انت تكون اب ليها، انت منعت نفسك عنها. لما فكرت ان هي تسامحك، رب العباد منعها عنك. هو كده، ان ربك لبالمرصاد. اللي انا عايز اقوله لكم، ما ينفعش يكون ابنك صابع عليه مدارس او عيد او رمضان او اي مناسبة بشكل عام، وفي وسط كل العيلة والاطفال واصحابه كلهم فرحانين وجايبين لبس وجايبين ده، وابنك لا. يا اخي بالله عليك بتنام ازاي؟ انت بتنام ازاي وضميرك مرتاح وانت عارف ان صابع عليك عيد، او انت متجوز واحدة تانية وعندك اولاد تانية انت جبت لهم الحاجات دي وخلاص، وابنك التاني اللي من الام التانية انت رميته؟ انت نايم ازاي وجاي لك قلب تاكل وانت مش عارف هو كل ولا ما كلش، وانت مانع عنه الكفالة؟ ولما تطلع على المحكمة وتغير في شركتك مرتبك، وتغير مع واحد يجي شاهد زور يقول ان انت ما تمتلكش لا شقق ولا عربيات ولا اي حاجة، عشان تحكم كفالة ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه للطفل اللي انت مخلفه وانت عندك ملايين، ده ما يرضيش ربنا. ودي مش رجولة، ده حرام. اوعى تفكر انك بتنتقم من الام عشان هي اتطلقت منك وسابتك. انت بتنتقم من ابنك، هتطلعه مشوه نفسيا، هتطلعه بجد هو مش حبك. هتكبر وهيعدي عليك الزمن وهتقول يا رب يسندني، مش هيسندك. انت ما سندتوش وهو صغير فمش هيسندك وانت كبير. لما تغير كل البيانات اللي عندك في حياتك علشان ما تدلوش حقه، عشان انت بتنتقم من الام اللي ما رضيتش تعيش معاك، ده ما يرضيش ربنا. والله ما يرضي ربنا. انت راجل، ما ينفعش حد يتكفل بابنك وانت عايش. ما ينفعش يكون يتيم وابوه عايش. ده ما يرضيش ربنا. اتمنى تكون الرسالة وصلت. اتمنى يا رب ما يكونش فيه حد اهله بيعملوا معاه كده. واتمنى يا رب اشوفكم كلكم بكل خير. مش عايز حد في يوم من الايام يكلمني يقول لي مشاكل من دي تاني. الحالات دي كترت كده والله يا جماعة، كتير جدا. امهات كتير بتشتكي مش قادرة تعيش ولادها، مش قادرين يعيشوهم في المستوى حتى لو كانوا عايشين فيه، عشان بس الاب بيذل الام. عشان انت ما قبلتيش تعيشي معايا فانا هكسرك بولادك. ده ما يرضيش ربنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشكركم جدا وأشوفكم دايما بكل خير. السلام عليكم.